ده كان بروس عامل حفلة في بيته، وكمان الجوكر كان موجود في الحفلة دي وقدر يدخل لأنه كان عارف إن هارفي موجود في الحفلة بس ما لقاهوش، ولقى ريتشل خطيبته ففضل يهدد فيها وطلب منها تقول له فين مكانه وهددها لا اما تقول له او يقتلها مكانه. بس بيوصل باتمان وعايز يسيطر على الوضع ده وضرب رجاله الجوكر، لكن الجوكر قدر انه ياخد ريتشل وهدد انه هيقتلها، بس اتفاجئ بباتمان قصاده على طول، وفجاه بينفذ الجوكر تهديده ورمى ريتشل من الشباك. في اللحظه دي باتمان نط وراها وقدر ان هو ينقذها بسرعه. بعد كده كان في جنازه مهيبه للمحققه ورئيس الشرطه اللي الجوكر خلص عليهم، وفي وسط الجنازه بيطلع العمده بتاع المدينه ويقول خطاب حزين، لكن ما قدرش يكمل كلامه لان الجوكر كان متنكر في لبس ضابط من الضباط المشاركين في الجنازه، وطلع سلاحه وبيضرب على عمده المدينه وبيتصاب. فبيجي جوردن عشان يلحق عمدة المدينة، بس للأسف بياخد طلقة مكانه وبيموت. بس بعد الموضوع ده كان واضح إن الجوكر مش هيسكت والأمور بتسوء أكتر وأكتر، وبيظهر هارفي وبيقول للناس إن هو باتمان، فالشرطة بتقبض عليه وهو عمل كده عشان يوقف الجوكر عن اللي هو بيعمله، ومفيش ناس تموت أكتر في المدينة. وأول لما اتقبض على هارفي وبيركب عربية الشرطة اللي هتوديه السجن، بيجي الجوكر هو والرجالة اللي معاه وبيهجموا على العربية اللي فيها هارفي وبيضربوا نار عليها. في الوقت ده وصل باتمان وأنقذ هارفي وبدأ إطارة الجوكر، وفي وسط كل المطاردة دي اتدمرت عربية باتمان وحولها لموتوسيكل وكمل مطاردته للجوكر، وقدر باتمان يخلص على رجالة الجوكر. وبكده الجوكر اتحاصر وخلاص باتمان هيخلص عليه، لكن بيقدر في لحظة الجوكر انه يقلب موتوسيكل باتمان، فبيجري الجوكر ناحية باتمان عشان يقتله، بس قبل ما يحصل كده بيجي جوردن اللي طلع ما ماتش وقدر يوقفه ويقبض عليه.